مساء الفل على حضراتكم. لأول مرة أطلع لايف، مش علشان الفيزياء ولا عشان الطلبة ولا عشان، لكن اللايف موجه لكل الناس بسبب اللي حصل امبارح. عمري ما كنت أتخيل ولا كان في أحلامي إن ربنا يديني كل المحبة دي اللي أنا حسيتها من امبارح للنهاردة. أنا تقريبا ما نمتش من امبارح. اليوم امبارح كان يوم عصيب. بوست نزل في كلام مستفز وكلام صعب. البوست انتشر بسرعة البرق. هو نزل على حاجة اسمها مش عارف مدونة ايه كده، صفحة عليها حوالي 2 مليون بني آدم. معرفش ادمن الصفحة ليه فكر ينزل حاجة عني كده. وبعد كده البوست ده انتشر بسرعة غير طبيعية. انت لو كتبت كده في السيرش بتاع الفيسبوك مدرس فيزياء ينشر صوراته مع الطلاب مش عارف ايه كده، تلاقي يعني لو كتبت مدرس فيزياء ينشر بس مئات من الشير على الكلام ده يعني. لكن على الرغم ان انا كنت مستغرب ليه كل الناس دي البوست ده ليه نزل على الصفحات دي كلها، الا ان فكرة ان الالاف من الطلبة واولياء امور وناس اعرفها وناس معرفهاش يكتبوا عني كلام ولا استاهل كلمة منه، ده كان في حد ذاته نعمة من ربنا. وكأن يعني ربنا بيطبطب عليا بيكم. ربنا وحده بس اللي يعلم، علشان اوصل للمكانة دي في الشغل وفي الحاجات دي انا تعبت قد ايه عشان ابني نفسي وعشان اكون مخ معين ودماغ معينة وكاريزما معينة. وعديت قد ايه من اول ما كنت بسوق تاكسي لغايه ما ربنا اداني نعمه وجودكم. يعني هو بس اللي عالم، لان هو اللي معايا في السكه وكل اهلي عارفين ومراتي والناس اللي حواليا. لكن الكلام اللي اتكتب امبارح على قد ما وجعني على قد ما فرحني ان اشوف الالاف من الناس بتدافع عني وفي ظهري وبترد غيبتي. انا ما فكرتش ارد لان لقيت كل الناس بترد. لكن بس سامحوني، عاوز بس اقول كلمتين على اللي حصل امبارح وعلى اللي كتبوا كده امبارح وعلى اللي ممكن يكونوا مؤيدين حاجه زي كده. يعني اللي حصل ان انا كنت منزل صوره مع طلاب ابو رقاص بعد المحاضره، فقال لك بص يا عم وبص لامم قد ايه. لو سالتوا الطلاب كلهم هيقولوا لكم ان المحاضره دي مصروف عليها، يعني انا مش كسبان منها. الطلاب نفسهم هيقولوا ان الحاجات اللي اتصرفت المحاضره دي مصروف عليها، مش انا اللي كسبان منها. يعني ده رقم واحد. رقم اتنين، حتى شغلنا العادي، انا شغلي كله اونلاين. يعني احنا بندي 12 محاضره في الشهر بسعر محاضرتين بس في القاهره واسكندريه والحتت اللي بحري والحتت دي. يبقوا اسالوا يعني مدرسين القاهره لو عرفوا احنا بندي بكام يتجننوا، لان احنا عارفين الناس ومقدرين الناس. وعيب ان انا اقول احنا بنعمل ايه. انتوا قلتوا بنفسكم ان انا عمري ما جيت على حد ولا عمري خدت من حد يكون محتاج القرش ده. لكن يكتبوا ده. بص بقى ايه ويقول لك ايه، خد بقى الحاجات. نمرة واحد قال لك زي المغنيين. مغنيين ايه ده؟ احنا بنغرس في الشباب وهم يقولوا القيم قبل التعليم. لو هتتكلم عن التربية والتعليم، في التربية اسألوهم. اكتر ناس بيشاركوا في حملات الخير الطلاب اللي معايا، حملات خير. اكتر ناس جواهم نضيف قوي. شوفوا الولاد اتعلموا ايه من قيم قبل ما تقولوا ده زي المغنيين ومش عارف ايه. في التربية التعليم يعني كل يوم الواحد بيشتغل على نفسه. مع كامل احترامي يقول لك اصل التخصص يا باشا. فخر العرب الحسن بن الهيثم. هتقول لي محمد صلاح؟ لا، فخر العرب. واحد بيقول لك انا باخد الحصه مش عارف بكام، حد كتب كده الاسعار في القاهره يعني. فخر العرب الحسن بن الهيثم كان ليه في الفيزياء في البصريات، وليه في الفلك، وليه في الشعر، وليه في الادب،
وليه في الفلسفه وليه في علم النفس. ليه ما قلتوش للحسن بن الهيثم؟ ما ركزتش في حاجه واحده ليه؟ ولا انت فاشل في الفلسفه عشان كده دخلت الفيزياء؟ يا جدعان يا جدعان، انا برضه بس على الناس اللي بتقول كده. لو هتكلمني على التعليم اقول لك ان انا بنعمه ربنا كل يوم بعمل ابديت لنفسي. لسه اخر يعني شغال على موقع كده من فتره كبيره جدا، من اكتر من 3 سنين، موقع اسمه كروسيرا، بيدي محاضرات وكورسات من اكبر جامعات العالم. اخر كورس خدته في المودرن فيزيكس من جامعه هونج كونج، قبله كان في الاوبتكس من فيرجينيا. شغال على نفسي كل يوم. لو تسمعوا الناس الكبيره في العلم يقول لك انا لسه كل يوم بتعلم. ما تقولوش اصل هي الموضوع منهج، اسهل حاجه في العالم المنهج، اسهل حاجه في العالم المنهج. الناس اللي بتقول كده اسهل حاجه المنهج. لكن استاذ الفاضل اللي فوق دماغي من فوق، اللي كتب حاجه زي كده، او الناس اللي معاه وبيقولوا كده، حضرتك متابع اخر حاجه في المودرن فيزيكس الفيزياء الحديثه اخر حاجه نزلت ايه؟ ولا حضرتك اخر حاجه تعرفها المنهج اللي في كتاب المدرسه؟ حضرتك فاهم انا بقول ايه؟ النقطه التانيه، قال لك ده ساحر ولا ايه حكايته؟ ليه تسميها سحر؟ ليه ما تسميهاش نعمه ربنا الواحد ما يستاهلش؟ ليه تسميها ساحر وليه كل دول بيروحوا له؟ يا اخي نعمه ربنا، هو بيدي وهو كريم، اداني يا اخي وانا ما استاهلش. ليه تستكتر عليا نعمه ربنا؟ انا عارف اني ما استاهلش، انا عارف اني ما استاهلش، بس ربنا اداني، هو سمح انه يديني. حب الناس اللي ظهر امبارح والنهارده ده ولا كان في احلامي، ولا كان في احلامي ان الناس تتكلم بالخير من اسكندريه لاسوان. يا اخي نعمه ربنا، ليه تسميها ساحر ومش ساحر وسحر؟ يعني وبيقول لك اذا كان التدريس موهبه، ده النقطه الثالثه، يعني اذا كان التدريس موهبه فلنغلق نغلق كليات مش عارف ايه وايه. التدريس كاريزما وموهبه ونعمه من ربنا، دي اول حاجه، لكن لازم تثقل بالعلم والثقافه. لازم تشوف العلم وصل لايه كل يوم. لازم تثقل بحاجه اسمها سوفت سكيلز. دي حاجات اظن انها لازم تتعطي لكل الناس اللي هيدرسوا. سوفت سكيلز زي الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل، ازاي الطالب يبقى سامعني وهو مستمتع، يبقى فرحان، يبقى مش ملان، يبقى مستمتع بالمعلومه. حاجه اسمها تيم ليدنج، ازاي اقدر اقود تيم او اقود مجموعه من طلبه وهم فرحانين واخلق منهم قاده. دي حاجات اسمها سوفت سكيلز. لكن ما تقوليش اذا كان التعليم موهبه فلنغلق. هي مش موهبه بس، هي موهبه وثقافه وعلم ومهارات، هي حاجات كتير قوي. شكرا لكل الناس اللي بتكتب كلام حلو قوي، ربنا يخليكم ليا. وبعدين اخر حاجه كاتب في البوست مش عارف اديهم لبوس وبرشام، بيديهم التعليم في البوس وبرشام. لا، ولا بديهم في البوس ولا برشام، بس معرفش انت ليه دماغك رايح للحاجات دي. بس انا بدي العيال بحب، بصاحبهم. شوف الاولاد، انا عمري ما مشيت في الشارع ماسك شنطه في ايدي الا لما لقيت 3 4 ماشيين ورايا، هات يا دكتور عنك، علشان بحبهم. انا يعني مش عايز اتكلم كتير في الموضوع، خلاص هو خلص، لكن انا طالع اقول ان كل حد كتب ده يعني فوق دماغي من فوق. كل كلمه حلوه اتكتبت انا ما استاهلهاش. سامحوني ما عرفتش ما ردش، يعني يمكن رديت مختصر خالص، لكن فرق معايا قوي محبتكم. ويعني كل طالب كتب، انا يعني واحد كاتب انا من القاهره، اشتراك الشهر بتاع حضرتك 8 حصه واحده في القاهره. يعني قول لهم طيب، يعني احنا ومع ذلك ده مش تفضل مننا على الناس، مش تفضل مننا على حد، ده واجب. وانا دوري ان انا اقعد تحت رجلين الناس واقعد تحت رجل اي محتاج. وانتوا عارفين ده ان عمري ما عملت غير كده. عشان كده ربنا رد لي ده بمحبتكم اللي ظهرت امبارح. ربنا يخليكم ليا ويديم محبتكم ويديم سندكم، وتفضلوا ليا سند واخوات واهل
وفخور ان انا عندي عيلة كبيرة جدا 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 في كل مصر. ربنا يخليكم. وبكرة هنزل لكم مواعيد لقاءاتنا في باقي المراكز والمحافظات عشان كل الناس اللي بتاخد معايا اونلاين نفسي اروح لهم واشوفهم. تصبحوا على الف خير.